لذلك فلتسمع يا ظالم، اسمع يا ظالم، اسمع يا ظالم. إذا أنصفتك جميع محاكم الدنيا لمال، لرشوة، لجاه، لسلطان، لحسب، لنسب، اعلم جيدا أن محكمة أحكم الحاكمين لا ينصف فيها إلا المظلومين. إذا ظلم الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من نار السماء. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يدعو عليك، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ثم يقول لصاحبها: فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لا بد لك أن تعلم أن موقفا لا بد لك أن تقف فيه أمام الواحد الديان لينادي المنادي على المظلوم أن تقدم، وعلى الظالم ألا تتكلم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. نعم، تذكر هذا الموقف المهيب، هذا الموقف الرهيب، هذا الموقف الذي ينصف فيه المظلوم وينتقم فيه من الظالم.